اجيو معايا نصاوبوا الحلوى الشماليه محبوبه الجماهير. لذتها في بساطتها، الحلوى بنينه هشيشه كتذوب في الفم، ما كاينش اللي كيذوق هاد الحلوى هادي وما تعجبوش. غادي نحتاجو فيها ان شاء الله 350 غرام حتى ل 400 غرام ديال الكاوكاو. خذوا الكاوكاو البلدي من الاحسن الا توفر عندكم، انا توفر عندي غير الكاوكاو هذا. غادي نشدوه ونحمروه، ومن بعد غادي نخليه حتى يبرد شويه ونطحنوه طحنه كامله، يعني نطحنوه مزيان 350 غرام حتى 400 غرام. من بعد ما طحنت الكاوكاو مزيان غادي نزيد نضيف ليه كاس الا ربع ديال السكر بودره ومعلقه كبيره ديال القرفه. كنخدم مزيان مزيان داك النواشف مع بعضهم. من بعد غادي نزيد نضيف كاس ونص ديال الزيت، زيت نباتي كاس ونص، وصافي ورشه ديال الملح. نخلط مزيان، غتحصلوا على واحد الخليط كيكون خفيف. تقدروا تسبقوا الزيت مع السكر عاد تضيفوا الكاوكاو، المهم بحال بحال. دابا ما بقى لي نضيف غير الدقيق. الحلوى ما فيهاش الخميره ديال الحلوى نهائيا. كنبقاو نضيفوا دابا الدقيق بشويه بشويه. الحلوى ما خصهاش تكون قاصحه، كتبقى مرخوفه شويه ولكن واخده حقها في الدقيق. عاوتاني الا ما خداتش حقها في الدقيق راه تسيح لكم في الفران. نبقاو هكا حنا كنشوفوا كنضيفوا الدقيق حتى كنحصلوا عليها بحال هذا الشكل، يعني ها هي مرخوفه ما بين يدي ولكن في نفس الوقت كتحسوا بها مجموعه. دابا غادي نجيب الصينيه قدامي نفرشوا فيها الورق، ونبقى كنحاول هاد العجينه هذه نشكل منها حريبلات. تقدروا تصغروا يديكم، تقدروا الحلوى ديروها هكا كبيبره شويه، انا درتهم كبيبرين شي شويه باش نسربي عليها دغيا. باش ديروها صغيره ديروها صغيره. انا القياس ديال هادو درت فيهم تقريبا 23 غرام في كل وحده. يعني الا بغيتوهم صغيورين شويه ديروا فيهم غير قياس 18 حتى هي تجي زويونه. كاين اللي كيديرها على شكل دائري هكا مكوره دائريه، يعني الشكل كما بغيتو ديروا ليها. صافي غادي نستمر ان شاء الله بنفس الطريقه. وحاولوا الحلوى ضروري تفرشوا فيها الورق، والا ما كانش متوفر عندكم دهنوا الصينيه مزيان بالزيت ورشوها بالدقيق، لانه الحلوى شويه تلصق في الصينيه. من بعد كيشتو معايا استفتهم في الصينيه وغادي ندخلوها دابا طيب في الفران على درجه حراره 180 درجه. غير هكا كتحمر كتشد راسها واحد شويه كطلع ليها واحد الحموره. صافي غادي نطفيو عليها النار. من الاحسن ملي تكون سخونه ما تقيسوهاش، لانه هي الحلوى حساسه شويه دغيا كتهرس. ما تقيسوهاش، غير تشوفوها هكا بدات كتحمر صافي خرجوها من الفران. ملي نخرجوها من الفران نخليوها حتى تبرد تماما. عاد ندوزوها في السكر بودره. هي من بعد ما بردات كندوزوها في السكر بودره كامله. ومن الاحسن من بعد ما تحطوها في السكر بودره على ما نديروا ليها الكويغطات تحطوها مفرقه، يعني ما تكونش وحده فوق وحده. ومن بعد ملي ساليت غادي ناخذ هاد النوع هذا ديال الكويغطات كيتباع عند صحاب الحلويات، كتكون فيها هاد الزواقه بحال هذا الشكل. غادي نقلبوها، يعني الزواقه هي اللي تكون دابا لتحت. غادي نتني جنيب بهذا الشكل ونحط فوق منه الحلوى وصافي. وكنلوي الحلوى حتى الاخر. الا بقى عاوتاني الورقه زايده كنتنيها لتحت وكنشدوا عليها جنيبات بحال الشكل ديال لي بونبون بهذا الشكل. في حاله ما متوفرينش عندكم هاد الكويغطات هادو تقدروا تاخذوا الكويغطات ديال الكوب كيك اللي كيكون الحجم ديالهم كبير، تسرحوهم ولكن ديروا الحلوى شويه الحجم صغير وصافي ولوبيوها. ولا يعني هي ماشي ضروري، غير هي هاد الحلوى هذه كتكون شويه هشيشه ودغيا كتهرس على داكشي كيديروها في هاد الكويغطات. يعني الا بغيتو ديروها غير راسكم فديروها وديروها في علبه محكمه الاغلاق. وفاش ديروا هكايا في بواطه وحده فوق وحده فرقوا بيناتهم بهذا الورق ديال بابي كويسون باش هكا ما تلصقش لكم على بعضها. وصافي هذا هو الشكل ديال الحليوه ديالنا. الحليوه كتجي هشيشه وكتذوب في الفم، مذاق جدا هائل اكيد ما خطاكم. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه. تهلاو في راسكم وبسلامه.